أنت كمؤرخ كيف تنظر لهذه القضية، قضية استرجاع الأرشيف الجزائري من فرنسا؟ والله أنا موقفي من استرجاع الأرشيف أحتفظ به لنفسي. لماذا؟ لأني أنا لست مع استعادة النسخة الأصلية للأرشيف. لماذا؟ لأني أعرف أننا لن نستطيع أن نحافظ على هذا الأرشيف. كيف لا نستطيع أن نحافظ؟ بمعنى أن إمكانياتنا المادية وقدرتنا على حفظ الوثيقة، خاصة الوثيقة التي تدين شخصيات فاعلة أو أبنائهم أو أحفادهم لا يزالون بيننا، من الصعوبة بمكان أن نأتيها إلى الجزائر، لأنها قد تتعرض لا قدر الله إلى التلف، وبالتالي احنا نحتاج إلى نسخة فوتوكوبي. هذه واحدة. ثاني حاجة، وجود هذا الملف في فرنسا وجود ضروري للجزائريين. أنا قد أدفع أموال للسفر إلى إكس أو إلى مراكز الشرطة أو إلى مركز الديوانة في أي منطقة من مناطق فرنسا، وأدفع أموال بدلا من أن أضيع هذه الأرشيف. لكن هذا وعندنا التاريخ تجربة. لا سامحيني، احنا عندنا تجربة مرة. نحن نملك أكثر من 1450 بلدية، كل بلدية بإمكانها أن تحتفظ بأطنان من الوثائق. هل نستطيع الحفاظ على أطنان من الوثائق؟ هل نحن نملك الوسائل المادية للحفظ والوسائل المادية للتوزيع وللنشر وللتصوير؟ أعتقد بصورة نسبية لا نستطيع. وهذه طبعا ليست فقط دعوة الأستاذ بلغيث، ربما الذي هو حاد في موقفه، هذه دعوة الملك المغرب رحمة الله عليه الحسن الثاني. هل أرشيفنا يساوي أرشيف المغرب الذي تعرض إلى حماية من 1912 إلى 1956؟ احنا أرشيفنا هو بمئات الأمتار. أرشيف ثورة 1871 وحده العلب 5 كيلومتر. أين سنضع 5 كيلومتر من العلب؟ يعني تريد أن تقول أنه الآن الأمر قد يؤجل إلى حين يعني نستطيع أن تكون عندنا الإمكانية للحفاظ على هذا الأرشيف؟ لا، مش قضية يؤجل. يمكن أن نطلب نسخة من هذا الأرشيف. نسخة فقط؟ نسخة فقط. وهذه النسخة يجب أن تسلم إلى أمناء يحسنون الحفاظ على الوثيقة ولو كانت تديننا. وهذه الوثائق يجب أن تفرز، لأن الوثيقة الآن سيف ذو حدين. يمكن أن توظف مثل ما كنا نتحدث في إحداث فتنة، في إحداث نعارات، في إحداث ربما ما يؤدي إلى فوضى عارمة في هذا البلد. الأرشيف خطير جدا، ولذلك أعتقد أنه استعادة الأرشيف يجب أن نتكلم عنه بعيد عن الديماغوجيا، بعيد عن المزايدات السياسية، بعيد عن الاستحقاقات الانتخابية كما هو واقع الآن في فرنسا. كيف تنظر لهذه القضية، قضية استرجاع الأرشيف الجزائري من فرنسا؟ والله أنا موقفي من استرجاع الأرشيف أحتفظ به لنفسي. لماذا؟ لأني أنا لست مع استعادة النسخة الأصلية للأرشيف. لماذا؟ لأني أعرف أننا لن نستطيع أن نحافظ على هذا الأرشيف. كيف لا نستطيع أن نحافظ؟ بمعنى أن إمكانياتنا المادية وقدرتنا على حفظ الوثيقة، خاصة الوثيقة التي تدين شخصيات فاعلة أو أبنائهم أو أحفادهم لا يزالون بيننا، من الصعوبة بمكان أن نأتيها إلى الجزائر، لأنها قد تتعرض لا قدر الله إلى التلف، وبالتالي احنا نحتاج إلى نسخة فوتوكوبي. هذه واحدة. ثاني حاجة، وجود هذا الملف في فرنسا وجود ضروري للجزائريين. أنا قد أدفع أموال للسفر إلى إكس أو إلى مراكز الشرطة أو إلى